بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. نتكلم عن قضية خطيرة ربما للأسف لا يعلم خطورتها الكثير من المسلمين اليوم، ولا يعلم أحيانا لما نتكلم عن هذا الموضوع ليش نحن أحيانا بهذه القسوة تجاهها فئة من الأرض اليوم، أو ليش إحنا نتكلم تجاههم بلهجة أحيانا عدائية. ليش؟ إيش فيكم عليهم؟ هذا البشر مثلنا. سوف نتكلم عن فئة من أهل الأرض اسمهم اليهود. تاريخهم، من أين أتوا، لمحات عن كتبهم، بعض أفكارهم ومعتقداتهم، ماذا يخططون وإلى أي شيء يرمون، بعض وسائلهم التي يستخدمونها في الأرض اليوم. هي لمحة تاريخية لازم كل مسلم على الأقل يكون عنده لمحة بسيطة عن هذا الجنس من البشر. نتكلم عن الذين قال الله فيهم في سورة الفاتحة، وهي خير سور القرآن التي أمرنا أن نرددها في كل ركعة. يقول المؤمن غير المغضوب عليهم. فمن هم المغضوب عليهم؟ من الذين غضب الله عليهم ولعنهم؟ ولما جعل الله منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت؟ ليش؟ شنو قصة هؤلاء البشر؟ هم يزعمون أن دينهم وعقيدتهم أساسها إبراهيم الخليل عليه السلام، وهذا غير صحيح. إبراهيم له ولد اسمه إسحاق، وإسحاق له ولد اسمه يعقوب. النسل والأصل والدم والنسب نعم يرجع إلى يعقوب. اليهود اللي كانوا في زمن موسى عليه السلام مو اليوم موجودين، لا، اليهود اللي كانوا في زمن موسى عليه السلام كانوا يسمون بنو إسرائيل. بنو إسرائيل، منو إسرائيل؟ يعقوب عليه السلام. وراح نجي شنو معنى إسرائيل أصلا. أما كدين فهم يتبعون موسى عليه السلام، وهم يزعمون أن الذي عندهم اليوم هي التوراة التي أنزلت على موسى. وراح نثبت لكم اليوم بالأدلة والبراهين أن التوراة اللي عندهم اليوم ليست هي التي أنزلت على موسى. سوف ترون ما فيها من باطل ومن كذب ومن زور. أمة غريبة جدا. لما نجاهم الله عز وجل أرسل لهم موسى عليه السلام، وكانوا في مصر يستعبدون استعبادا ويذلون إذلالا ويقتلون قهرا. ما ترك فرعون لهم ذكرا وطفلا إلا وقتله، واستعبد واستحيا نساءهم. فجاءهم موسى عليه السلام، فلما جاءهم موسى ازداد عذابهم فلاموا موسى، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني ما استفدنا منك شيء. وموسى يقول اصبروا، استعينوا بالله واصبروا، ايش فيكم مستعجلين؟ فلما نجاهم الله وخرجوا إلى البحر، أول ما وصلوا إلى البحر وشافوا جيش فرعون كذبوا موسى على طول. قالوا إنا لمدركون، خلاص ما نفعتنا لا أنت ولا دينك ولا عقيدتك ولا ربك، وأهلكنا فرعون. وموسى عليه السلام يقول لهم إن معي ربي سيهدين، مو مصدقينه. فإذا به يضرب العصا ويفتح البحر، ويخرج موسى عليه السلام ومن معه من بني إسرائيل. لما خرجوا من الجهة الثانية من البحر أمر الله عز وجل موسى أن يصبر، اترك البحر رهوا لا تستعجل. فلما دخل فرعون وجيشه وجنوده إلى وسط البحر أمر الله موسى أن يضرب البحر الآن، فرجع البحر وأغرق الله فرعون ومن معه. قال موسى لبني إسرائيل الله نجاكم وأهلك فرعون. قالوا لا مو صحيح. أمة غريبة عجيبة. قالوا مو صحيح، فرعون ما مات، فرعون هذا ما يموت أصلا، شوف الذل الذي هم فيه. فنجى الله جثته عشان يشوفونها بس. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. لما شافوه غرقان أمامهم صدقوا. أول ما خرجوا من البحر شافوا مروا على أمة من الأمم تعبد بقر عجل، يعبدون بقر عجل ابن البقر. فلما نظروا إلى هذه الأصنام قالوا لموسى عليه السلام الرب توهم نجوا من فرعون، وشافوا البحر شلون ينشق، وموسى نبي الله عندهم. أول ما شافوا الآلهة قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، نبي إله غير ربك. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو الأمة هذه؟ شو الأمة المجنونة؟ شو الأمة الضالة المغضوب عليها؟ لما نهاهم موسى عليه السلام سكتوا، مشوا.
قالوا حق موسى عليه السلام ما راح نؤمن لين نشوف ربك. أمة الإسلام على طول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله. أول آية في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من الذين يؤمنون بالغيب. ما شافوا شيء أهل الإيمان لكن صدقوا. أول ما نجاهم موسى عليه السلام قالوا ما راح نؤمن بربك حتى نشوفه، فرفع الله عليهم الجبل، بعدين سكتوا وتابوا ورجعوا. راح موسى عليه السلام يكلم ربه، موسى راح يكلم ربه 40 يوم. تدرون ايش سووا؟ جاهم السامري خذ منهم ذهب سوى منه عجل، قام يرقصون حوله ويعبدونه من دون الله جل وعلا. تدرون ايش يقولون؟ كانوا يقولون هذا إله موسى فنسي. موسى راح يكلم ربه وما يدري ربه هني. أمة حاقدة، أمة كافرة، أمة مجرمة، ما سلم الرب عز وجل منهم ومن كلامهم. بل تعرفون قولتهم المشهورة، يقولون الله خلق السماوات والأرض ب6 أيام وجاء يوم السبت يستريح من التعب. الله تعب عشان كذا جاء يوم السبت استراح، فأنزل الله في القرآن ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. الله يتعب جل وعلا، لكن أمة كافرة، أمة بغيضة، أمة مغضوب عليها ملعونة، ولهذا ما سلم الرب عز وجل منهم. اليوم نتكلم عن اليهود، وحتى نستفتح في هذه الأمة ونعرف تاريخها ونعرف أقوالها. شوفوا هذا التقرير في شيء مما وصفوا به الرب عز وجل في كتبهم المحرفة إلى اليوم موجودة والمتداولة إلى اليوم. انظروا كيف سبوا الله جل وعلا، وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فنشوف التقرير. يفتري اليهود على الله سبحانه وتعالى ويصفونه بالعجز، ويكذبون في توراتهم بأن الله سبحانه وتعالى عما يقولون. صارع يعقوب عليه السلام وكاد يعقوب أن يتغلب عليه، حتى أن الله بزعمهم قال: لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل، لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. إله يندم. هكذا تذكر التوراة أنه لما عبد بنو إسرائيل العجل غضب الرب فقال الرب لموسى: اتركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم. فأجابه موسى: ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك. إله بخيل، وحاشاه سبحانه. يقول تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ونحن لا نذكر هذه النصوص إلا لبيان ضلال اليهود وتحريفهم، وما أردنا الإساءة إلى الله سبحانه وتعالى. وكلنا يعلم أن ما ذكرناه من كتبهم من تأليف علمائهم وتحريف واضح للتوراة التي أنزلها الله على نبيه موسى عليه الصلاة والسلام. تعدوا أكثر من هذا، وصفوا الرب عز وجل بكلام في توراتهم المحرفة إلى الآن ما أستطيع أن أقوله، ولم تسمح لنا نفوسنا أن نعرضها حتى بالتقرير. سب لله، طعن بالرب عز وجل، إن الله فقير ونحن أغنياء. يصفون الله عز وجل بالبخل لأن الله طلب من الناس الزكاة وطلب منهم أن يقرضوا الله قرضا حسنا، فسبوا الرب عز وجل. يهود يقولون في توراتهم المحرفة: الله قائم في مجمع وسط الآلهة يقضي، يعني مو بس هو في آلهة غيره، وهو بين الآلهة يقضي. فهل هذا دين سماوي؟ بالله عليكم، وهل تنزل الأنبياء بهذا؟ وهل يتفوه الموحدون بمثل هذا الكلام؟ حقا يستحقون ما فعل الله عز وجل بهم، بل يصفون الله عز وجل بالجهل، حتى أنهم في توراتهم أن الله عز وجل
أمر موسى عليه السلام أن يأمر بني إسرائيل في مصر أن يضع كل منهم على بيته علامة. ليش؟ حتى يعرفها الله، يعرف أن في هذا البيت إسرائيلي، حتى لا يعذبه إذا نزل العذاب وأخذ غيرهم. فهل يوصف الله عز وجل بهذه الأوصاف التي لا تدل إلا على الجهل بخلقه جل وعلا؟ وصفهم لله كثير، أنا لا أستطيع أن أذكر حتى بعض النصوص. هذا هو بعض عقيدتهم، هذه بعض أفكارهم. اليهود قيل سموا يهود نسبة للابن الرابع ليعقوب عليه السلام يهوذا، أو لقول الله إنا هدنا إليك. هناك أيضا بعض أفعالهم الخطيرة التي سوف نراها مع أنبياء الله عز وجل. كونوا معنا لكن بعد الفاصل. بعد أن سبوا رب العالمين جل وعلا ولا زالوا يسبونه إلى هذه اللحظة في كتبهم، في توراتهم المحرفة، في كتبهم، بعد أن انتهوا من سبهم لله جل وعلا سبوا الملائكة، بل حتى كان جبريل عليه السلام يسب عندهم حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وجاءوا يسألون محمدا صلى الله عليه وسلم من الذي ينزل عليك بالوحي؟ فإن كان جبريل ما آمنا، هذا عدو لنا، وإن كان غيره آمنا. فأنزل الله من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. غير الملائكة عادوا أنبياء الله ورسله، حتى أنبياء بني إسرائيل. يعني أنبياء الله مو بس موسى عليه السلام، موسى وهارون سووا في هارون، كادوا يقتلونه. ليس هارون وموسى ويوشع بن نون الذي يسمون فيه، يعني جويش، لما يقولك جويش وفي بعض الألفاظ يوش، ترى هذه نسبة إلى يوشع بن نون فتى موسى الذي صار نبيا. وهذا أيضا أرادوا قتله، ما في نبي. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الله جل وعلا خلق الخلق فاصطفى أفضل البشر وجعلهم أنبياءه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. لما اصطفاهم الله جعلهم الله من المصطفين الأخيار. شوف القرآن كله مدحا لكل الأنبياء والرسل، من أول آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لو واحد من المسلمين متحمس كره اليهود فطعن بموسى عليه السلام، شنو يصير حكمه؟ هذا كفر بموسى وبمحمد. بل من طعن بعيسى عليه السلام كأنه طعن بمحمد عليه الصلاة والسلام. احنا مسلمين نؤمن بكل الأنبياء والرسل، لا نفرق بين أحد من رسله، ونرى الطعن بأي نبي كان الكلام بس فيه يخرج الإنسان من الدين والملة، لأن هذين اصطفاهم الله عز وجل. الله اختارهم وجعلهم معصومين، بل الله حماهم واصطنعهم لعبادته ولرسالته. بل إن الله عز وجل جعلهم خير بشر على وجه الأرض. الحين قبل ما أعلق أبيكم تشوفون يهود اللي اليوم يعتبرون نفسهم خير الأمم، واللي يعتبرون حنا ولا شيء بالنسبة لهم، وهم شعب الله المختار. شوفوا شعب الله المختار، شوفوا شو يقولون في أنبياء الله. هو الغريبة مو بس أنبياء الله، بعض أنبياء بني إسرائيل شوف ايش سووا فيهم. يعني راح تمرون في التقرير على قصة بسرعة راح نمر عليها مع زكريا عليه السلام. زكريا أحد أنبيائهم، سبوه، اشتموه، اتهموه بالزنا، أرادوا قتله، طلع منهم وراح بالغابة، دش لاحقينه بيذبحونه، دش في شجرة، الله فتح له شجرة دخل فيها، نشروه، قصون الصن. راح تشوفون الحين بعدهم إشارة على قصة يحيى ولده ما خلوه، وكان من أعبد الناس. يحيى عليه السلام آخر نبي قبل عيسى. يحيى عليه السلام كان عابدا تقيا ورعا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. واحدة من بنات أو من النساء العاهرات أرادت الزواج من الملك، فسأل الملك يحيى يجوز لي أتزوجها؟ قال لا، هي حرام عليك من المحرمات. غضبت فتزينت للملك، قالت له إذا تبيني روح اذبح وأتني برأس يحيى. فأرسل الملك الجنود، ويحيى كان ساجدا لله، قطعوا رأسه وهو ساجد، وجابوا رأسه إلى الملك في طست، جاءوا برأسه إلى الملك. شوف الخبث عند يهود، قتلوا الأنبياء والرسل، كفروا بهم، عاندوهم، حاربوهم،
سفكوا دماءهم. يعني ناس تفعل هذا مع الأنبياء والرسل، شلون تبونهم يعاملوننا حنا منو؟ أهل غزة شنو؟ فلسطينيين منو؟ العرب ولا المسلمين ولا حنا يعتبرون وثنيين أصلا؟ إذا هذا فعلهم مع الأنبياء والرسل، وشوفوا النصوص اللي راح تسمعها الحين اللي والله الواحد ما يقولها على إنسان عادي، فكيف بأنبياء الله ورسله؟ خلينا نشوف التقرير وبعد راح أكمل لك بعض كفرهم مع الأنبياء والرسل. خلينا نشوف. ولم يسلم أنبياء الله من تعدي اليهود عليهم، فكذبوهم وقتلوهم وافتروا عليهم. فهذا موسى عندهم يعتبرونه إلها من دون الله. فقال الرب لموسى: انظر، أنا جعلتك إلها لفرعون. ويفترون على لسان موسى كلاما فيه إساءة للأدب مع الله. تذكر التوراة. فقال موسى للرب: لماذا أسأت إلى عبدك؟ ولماذا لم أجد نعمة في عينيك حتى أنك وضعت ثقل جميع هذا الشعب علي؟ ويتهمون هارون بأنه هو من صنع العجل وأمرهم بعبادته. وتذكر التوراة على لسان الله عز وجل أنه أمر يوشع بالزنا، فتقول: اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا. وتصور داود عليه السلام بشكل مزري، حيث تقول التوراة: كان داود يرقص بكل قوته أمام الرب. وقتلوا زكريا ويحيى عليهم السلام والكثير من أنبياء الله. ويذكر ابن القيم في هداية الحيارة أنهم قتلوا في يوم واحد 70 نبيا. قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أعظم نبي عندهم يفترض أن يكون موسى عليه السلام، وهارون أخوه. أحد نصوصهم يقولون في توراتهم المزعومة المحرفة المكذوبة على الله تعالى: لأنكما خنتماني في وسط بني إسرائيل. الله يقول حق موسى: أنت خنتني. لا، بل الله يأمر يوشع بالزنا وهو من أشد الجبارين الظلمة. يوشع بن نون نبي الله. بل إن داود عليه السلام، تدرون شنو داود بالنسبة لهم؟ هو النبي الذي أعاد ملكهم مرة أخرى. داود في زمنه هو الذي قتل جالوت ونصره الله وأعزه الله. إحنا نعترف بداود عليه السلام أكثر منهم، ونحب سليمان عليه السلام أكثر منهم. اللي يزعمون اليوم هيكل سليمان وغيره، ايش يعرفون عن سليمان غير اتهامه بالزنا وغيره؟ تدرون ايش يصفون داود؟ رأى امرأة عارية فأعجب بها فزنى بها. تعالى الله عما يقولون، وأجل الله الأنبياء. فلما أحبها قتل زوجها وكان جنديا من جنوده. يعني بالله عليكم، هذه شخصية منه؟ شخصية منه اللي يغتصب، اللي يزني، اللي يقتل، اللي هذا الأنبياء الله؟ لا، وبعدين يقولون هذول ناس يحبون العدل والسلام شوف بعد الأنبياء ايش قالوا فيهم. أما سليمان عليه السلام اللي اليوم يقولون هيكل سليمان وحنا نحب نبي الله سليمان، كذابين ومجرمين وخونة ومخادعين. أحد نصوصهم يثبتون أن سليمان يميل قلبه لعبادة الأصنام. يا الله، هذه ما نقولها في إنسان موحد عادي مؤمن، فكيف بأنبياء الله؟ بل خان سليمان وصية الله. أما زكريا فهو يصفونه بالخبل، فهو مخبول. وآسف على الكلمة، أدري مزعجة، لكن يهود لا زالت نصوصهم موجودة في توراتهم المحرفة التي للأسف ما أدري إيش يقرؤونها ولا يقرؤون غيرها على أتباعهم الجهال، ويتعبدون الله عز وجل بهذه التوراة. يصفون لوط عليه السلام، لوط الطاهر، لوط الذي أمر الناس بالطهارة، لوط الذي حاربه قومه لأنه أمر الناس بالفضيلة ونهاهم عن الرذيلة، لوط الذي قال فيه قومه: أخرجوهم من قريتكم. طلعوا وبنات الثنتين
طردوهم من القرية. ليش؟ إنهم أناس يتطهرون. شوف القرآن شو يقول عن لوط عليه السلام. لوط الذي كان يدعو قومه للفضيلة وترك الرذيلة. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. تدرون يهود شو يقولون في توراتهم؟ يقولون أن لوط، والله ما أدري أقولها ولا ما أقولها، زنى بابنتيه. كلمات وقحة صح، كلمات خبيثة، لكن للأسف يصفون فيها نبيا من أنبياء الله. نوح ما سلم منهم. نوح عليه السلام طبعا هم يقولون هؤلاء الأنبياء، لكن ما عندهم مانع يسبونهم، ما عندهم مانع يشتمونهم. جماعة أمة يعني شرذمة قليلة، كم مليون، هذه عقيدتها بالأنبياء عندهم. نوح عليه السلام تدرون من نوح؟ أول رسول. آدم أول نبي، ونوح عليه السلام أول رسول الذي نجاه الله من قومه وما آمن معه إلا قليل. نوح الصابر، نوح التقي، سمي نوحا لنوحه وبكائه من خشية الله. يقولون كان نوح يسكر ويتعرى. جماعة والله الكلام لو قيل في إنسان عادي لأقيم عليهم الحد، فكيف يوصف به نوح عليه السلام؟ أما آدم عليه السلام، آدم يقولون في كتبهم أنه كان يزني بشيطانة 130 سنة، وحواء نفسه، وأنجبوا من الشياطين شياطين. يعني هذه حتى في الخرافات ما فيه. أما عيسى عليه السلام فهو آخر الأنبياء قبل نبينا، ذلك الإنسان الطاهر الذي جاء إلى الدنيا من غير أب بأمر الله جل وعلا. أمه سيدة نساء العالمين. من عيسى الذي نطق في المهدي فلم يقل إلا خيرا، وما نطق إلا خيرا. عيسى عليه السلام ذلك الإنسان الذي يؤمن المسلمون أنه سيعود إلى الأرض مرة أخرى ويرفع العدل فيها ويتبعه المؤمنون الموحدون. فقد وصفوه بابن الزنا وحاربوه وعارضوه وأرسلوا وحرضوا ملك الروم في ذلك الزمان أن يقتله، وأرسلوا إليه الجيوش تقتحم البيت لقتله، فرفعه الله عز وجل إليه ونجاه منهم. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وما فعلوه مع نبينا محمد. نرجئه بعد الفاصل. خلكم وإيانا لكن بعد الفاصل. طبعا هم كانوا حسب كتبهم وما أخذوه من بعض القصاصات من التوراة وزادوا عليها ولعبوا فيها، كانوا يعلمون بخروج نبي، وكانوا يؤمنون بأن هذا سيكون آخر الأنبياء وصفاته عندهم، وكانوا يتحرون زمنه في نفس زمن خروج محمد صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ألا لعنة الله على الكافرين. حتى تذكر بعض القصص والأخبار الصحيحة حتى عن صفية بنت حيي رضي الله عنها، كانت يهودية فأسلمت وصارت من أمهات المؤمنين. تذكر وهي صغيرة كانت تسمع أباها سيد قومها وعمها أول ما هاجر النبي إلى المدينة تقول سمعتهما يقول أحدهما للآخر أهو؟ قال نعم. قال عرفته؟ يعني هو النبي الموعود؟ قال نعم. قال وما أنت صانع، إيش راح تسوي؟ قال عداوته والكفر به محيط، يدرون إنه نبي. بل لما قتلوا شبيه عيسى، لما قتلوا الرجل مستانسين يفتخرون إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. شوف يقولون رسول الله ويقولون قتلنا، يفتخرون بهذا. لما جاء النبي إلى المدينة عاملهم حالهم حال البشر، أنتوا حالكم حالنا. فعاهدهم وصالحهم لكم ما لنا وعليكم ما علينا، وعاملهم أحسن معاملة. وثلاث قبائل كانت موجودة وكلها غدرت به صلى الله عليه وسلم. بل بنو النضير لما راح يأخذ منهم الدية جلس، قالوا اجلس يا محمد، جلس عشان نجمع لك الدية. فصعدوا على جدار أرادوا أن يرموا صخرة على رأسه. أعوذ بالله، المجرمين هذيل. ولهذا لا تستغربون اليوم لما ترونهم الموساد اللي هو جهاز الاستخبارات الخارجية أو شباك الاستخبارات الداخلية. الموساد شنو متخصص؟ الاغتيالات، عمليات. لا تستغربون قبل كم يوم في دبي لما اغتالوا، هذا طبيعتهم في البشر، اغتيال، قتل، تصفية، لأن غيرهم ليسوا ببشر عندهم. حتى لما فتح النبي خيبر أعطاهم حقوقهم وأسكنهم ديارهم، ولم حتى يطردهم منها،
لكن لأنهم آذوه وغدروا به وحاربوه، جاءت امرأة بذبيحة، زينب بنت حارث يهودية، تفضل يا محمد هذا كرامة لك، كل تفضل هدية أنا طبختها. فلما أكل النبي أول لقمة أوحى الله إليه أن فيها سم. أعوذ بالله. يعني غدر، يعني ناس ما عندهم مواثيق، ما عندهم عهود، ما عندهم صدق. احنا لما نتكلم عن التوراة يا جماعة مو كلام من عندي، الكلام اللي قلته عن الأنبياء وعن الله وعن هذا شيء قليل، هذا من كتاب التوراة المحرف الموجود اليوم، كتاب مقدس عندهم، أنا ما جبت شيء من عندي. بعض الناس راح يزعل، ليش تقول هالكلام في اليهود؟ أنا قلت ولا هم اللي قالوا؟ أنا بس قاعد أقول لكم يا جماعة هذا كتاب اليهود. ليش قاعدين تجعلون بعض الناس، بعض يعني علمانيين ومنافقي هذه الأمة دائما يحاربون القرآن والسنة وعلماء المسلمين، وكأن حنا يعني أشد الناس في الأرض إرهاب وعداوة. يا جماعة اقرأوا شوية من التوراة عشان تعرفون من يسب الرب والأنبياء والأمم. اقرأوا يا من تدعون حقوق المرأة وذبحتونا حقوق مرأة وحقوق مرأة، وكل يوم طلعت لي واحدة تتكلم ان المسلمين احكروا المرأة وذبحوا المرأة. من يقول؟ شوفوا التوراة المزعومة واليهود يقولون عن المرأة. شوفوهم، المرأة مو نجاستها عادية ترى عندهم. المرأة اللي تلد ذكر اسبوع نجسة، مو نفاس يا جماعة، اسبوع نجسة اللي مسها ينجس. الفراش اللي عليها، الفراش اللي تقعد عليه نجس يصير، خلاص ينقط. هذه المرأة عندهم. وإذا ولدت أنثى أسبوعين نجسة تصير، إلى ندبل الأنثى عندهم. لا مو بس كذي، شوف دعائهم، دعاء الرجال، دعاء الرجال في الصلاة عندهم يقول الرجل إذا صلى كبر يقول مبارك أنت يا ربي لم تجعلني وثنيا ولا امرأة ولا جاهلا. شوف جماعة المرأة مع هذا الكلام يقولون دعاة حقوق المرأة واللي يذبحون بحق المرأة وحق المرأة. جماعة ترى اليهود عندهم المرأة لا شيء، المرأة رمز الخطيئة عندهم إلى اليوم. عندهم كتابين أو قسمين، التوراة وأقسامها وأسفارها وخزعبلات اللي ذكرناها قبل شوي عن الرب والأنبياء، وعندهم شيء يسمونه التلمود. التلمود أخطر من التوراة. التلمود جمعوه 1000 سنة من كلام علمائهم وأحبارهم وخلوه مقدس، وطبعا غيروه في الفترة الأخيرة لأن في سب للنصارى وايد، يعتبرون أكثر الناس هم النصارى، وعيسى بن مريم والعياذ بالله مجنون، وهذا ولازم ويجب لعن النصارى كل يوم، وكلام خطير على النصارى كله غيروه شالوه. وفي كلام خطير حتى عن اغتصاب الأطفال وقتل غير اليهودي وسفك دمه. هذا كتاب مو التوراة، هذا يسمونه التلمود، هم مقدس، مثل يعني شروح للتوراة وكلام أكبر علمائهم وأحبارهم. تبون تشوفون بعض ما في التلمود هذا اللي البعض منا يقول لا تصف اليهود بهذا، واليهود جزينهم ومساكين. مساكين ها؟ لما تشوفهم يقتلون أطفال غزة وتلقى الدم يسيل من الأطفال، ولا يحاصرون الناس ويرمونهم بالقنابل، تستغرب ليش كذي يسوون. شوف بعض النصوص التي يؤمنون بها وينادون بها، وأفكارهم ومعتقداتهم أخطر مما ستقرؤون. أخطر أمة على وجه الأرض هم. شوف هذا التقرير. من عجائب شريعتهم في باب الطهارة والنجاسة أن المرأة إذا ولدت الأنثى تكون نجسة لمدة أسبوعين، وأن كل من يلمسها يكون نجسا، وجميع ما تجلس عليه يكون نجسا. فهكذا تهان المرأة في شريعتهم. ومن عجائب شريعتهم في باب الأطعمة فإنه كل ذبائح النصارى والمسلمين حرام، لأنهم وثنيون عند اليهود. والدم وإن كان حراما أكله إلا أنه وسيلة للتكفير عن الذنوب. يأخذ الكاهن من دم الثور المذبوح أمام الرب ويغمس إصبعه فيه وينضح من الدم 7 مرات أمام الرب. أما تعاملهم مع غير اليهود يقول الحاخام مناحم: أيها اليهود إنكم من بني البشر، لأن أرواحكم مصدرها روح الله، وأما باقي الأمم فليست كذلك، لأن أرواحهم مصدرها الروح النجسة. وجاء في تلمود أورشليم صفحة 94: إن النطفة المخلوق منها باقي الشعوب الخارجين عن الديانة اليهودية
هي نطفة حصان. وجاء كذلك في التلمود: اقتلوا الصالح من غير الإسرائيليين. ويحرم على اليهودي أن ينجي أحدا من باقي الأمم من هلاك أو يخرجه من حفرة يقع فيها. وقد ورد في التلمود: مسموح غش الأمي وأخذ ماله بواسطة الربا الفاحش، لكن إذا بعت أو اشتريت من أخيك اليهودي شيئا فلا تخدعه ولا تغشه. ويذكر في التلمود: إن الله لا يغفر ذنبا ليهودي يرد للأمي ماله المفقود. وتتمة لاحتقارهم لغير اليهودي، فلا مانع لديهم من اغتصاب غير اليهوديات. يقول الحاخام ميموند: إن لليهود الحق في اغتصاب النساء غير المؤمنات، أي غير اليهوديات. وجاء في التلمود: يحل اغتصاب الطفلة غير اليهودية متى بلغت من العمر 3 سنوات. قال تعالى: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. صفاتهم في القرآن كثيرة. هم أقسى الناس قلوبا، لا يعرفون عهدا ولا ذمة ولا ميثاق ما فيه، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. ما تعرف الصدق، ما تعرف الالتزام بميثاق ولا عهد ولهذا حتى الدستور ما عندهم. لا تعترف بغيرها من البشر. شفت النصوص اللي عندهم؟ احنا يعتبروننا ترى وثنيين أميين، ولهذا قال الله عنهم في القرآن: ليس علينا في الأميين السبيل. يعتبروننا من غير سلالة البشر أصلا. بغيضة، كريهة، بل كل الأمم راح تشوفون في الفقرة الرابعة كل الأمم ترى تبغضها. ترى مو بس إحنا، بريطانيا سوت فيها، فرنسا سوت فيهم، ألمانيا سوت فيهم، سويسرا، كل الدول ترى، حتى روسيا في القرون الماضية راح تشوفون بالتواريخ إيش فعلوا في هذه الشرذمة التي تسعى في الأرض فسادا. الله يقول عنهم: كلما أوقدوا نارا للحرب. يعني ما تلقى حرب في الأرض إلا تلقى وراها يهود. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. احنا ما قاعدين نقول هالكلام معناته كل واحد يشوف يهودي يذبح له، ما يجوز. في ديننا لو قتلت يهوديا خصمك محمد صلى الله عليه وسلم، إلا لو كان محارب في أرض فلسطين في أرض المعركة، هذا موضوع ثاني. شفت لك يهودي في بريطانيا أو أمريكا تعامله معاملة كغيره من الناس. احنا مو مثلهم، ينظرون لنا نظرة، احنا ما ننظر بنفس النظرة. احنا مسلمين. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. ما يجوز لك تاخذ دينار واحد من يهودي ظلم، أو تبخس حقه فلس واحد. شفت علي بن أبي طالب شلون تحاكم إلى القاضي مع يهودي، والقاضي حكم لليهودي مع أنه كان الغاش. هذا عقيدتنا وهذا تعاملنا. لكن بس أبي أبين لك شنو نظرة اليهود لباقي الأمم وشنو نظرتهم لنا إحنا. خلكم ويانا لكن بعد الفاصل. طبعا اليهود ليسوا فرقة واحدة ولا طائفة واحدة، أغلبهم يرجعون الآن للإشكناز، تقريبا 90% من اليهود. هذا كأصل وكتواجد. هذا اليهود الغربيين، وأما الشرقيين أيضا تقريبا 10% تجمعوا وجعلوا لهم فلسطين وطن قومي. الأصل ليس ديني لكن جعلوه وطن قومي، وجمعوا يهود من كل مكان في الأرض وزرعوهم في هذه الأرض المباركة أرض الموحدين، وجمعوا فيها هذه الفئة من الخلق التي تسب الله ورسله وتعادي الخلق كلهم. هم فرق دينية كثيرة جدا، منهم المتطرف مثل اليهود الأرثوذكس، ومنهم اليهود العلمانيين، لكنهم في النهاية يتفقون على عداوتهم لغير يهود على وجه الأرض وعودتهم إلى أرض الميعاد. هناك بعض الجماعات اليهودية الحقوقية الإنسانية التي لا تعترف بهذه الأمور ولا تعترف بمعاداة غيرهم، هذه فقط قلة قليلة من يهود العالم. لكن أغلب يهود العالم اليوم يعملون جاهدين على تحقيق
موعدهم في أرض الميعاد ونزول مخلصهم وقتل، يقولون في أرض واحدة في فلسطين سيقتل 200 مليون وثني يقصدون احنا 200 مليون يقتلون في أرض واحدة. فهم يبحثون عن سفك الدماء. من فرقهم من طوائفهم يسمون الكبالة. سمعتوا بالكبالة؟ هذه من أخطر الفرق عندهم والمذاهب اليهودية. الكبالة تعتمد على السحر والشعوذة، ويعتقدون أن روح الإنسان تتحد مع روح الرب، وما يصل الإنسان إلى هذا المستوى من اتحاد روحه مع الرب إلا بممارسة كل أنواع الرذيلة وكل أنواع المحرمات علشان يصلون لهذا المستوى. هم يهود ترى، وهم الذين أرجعوا مرة ثانية فكرة عبدة الشيطان. والكبالة اللي ما يعرفها، ترى بعض أشهر لاعبي كرة القدم اللي عيالنا يعلقون اسمهم يلبسون فنايلهم ترى من فرقة الكبالة اللي أخبث فرق اليهود. بعض النجوم، بعض الممثلين الأمريكان اللي تشوفونهم في هوليوود ترى مو أي يهود، معاديين، يهود متطرفون. ومن أحب فليرجع إلى كتاب موسوعة اليهود الدكتور طارق سويدان، فأجمل ما كتب في هذا الباب وكله بالصور. يا جماعة اليهود ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه اليوم إلا بمعادلة يمكن تشوفونها في آخر التقرير الحين. تعبوا، سووا شيء، ابذلوا أموال، ضحوا من أجل هذا المبدأ الباطل، لين وصلوا اليوم يتحكمون اليوم في سياسات أمريكا وأوروبا. اليهود يتحكمون. قبل بضعة قرون طردوا شر طردة، راح تشوفون في التقرير، لكن في النهاية وصلوا إلى ما أرادوا ببذل وتضحية. إحنا إيش راح نسوي لديننا؟ أخلي هذا الكلام والجواب على هذا السؤال بعد ما نشوف هذا التقرير. خلكم ويانا. اليهود أهل غدر وخيانة وسوء جوار، لم يستطع العيش معهم أحد. فهذا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بعد أن أمنهم في المدينة وكتب معه المواثيق غدروا به، بل حاولوا أن يسمموه ويسحروه صلوات الله عليه، فطردهم وأجلاهم. وفي العصور المتتالية من بعد لم يتغير من أطباعهم شيء. ففي بريطانيا عام 1298 أمر الملك إدوارد الأول بطرد اليهود بسبب خيانتهم. وفي فرنسا اضطهدهم الملك لويس التاسع، وطردهم الملك فيليب عام 1321. وفي إيطاليا عام 1540 ثار عليهم الشعب وطردوهم لأذاهم وسوء طباعهم. وفي روسيا قتل الآلاف من اليهود لخيانتهم في ظل الحكم القيصري النصراني عام 1881. وفي عام 1897 تقرر إنشاء المنظمة الصهيونية العالمية، واتفقوا تجميع اليهود في فلسطين. وبعد أن رأت بريطانيا إقبال اليهود المهاجرين عليها، قررت مساعدتهم بإقامة دولة خاصة بهم. فصدر وعد بلفور الذي سمي باسم وزير خارجيتهم عام 1917. وفي عام 1947 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 181 الذي يقضي بتقسيم فلسطين دون وجه حق إلى 54% لليهود و45% للعرب. وفي عام 1948 تم الإعلان رسميا عن إقامة دولة لليهود بعد أن هزموا الجيوش العربية، وأصبحت الدولة الوحيدة في الأمم المتحدة التي لم يرسم لها حدود، لأنهم يريدون حدودهم من النيل إلى الفرات. وأقاموا دولتهم بدون دستور حتى لا يتعارض مع الحاجات المستجدة لسياستهم وتعاليم دينهم. فقامت دولتهم على دماء أطفالنا وإخواننا وبصمت مخز من دول العالم أجمع. فهل يرتجى من هؤلاء سلام أو ميثاق؟ هذه هي دولة إسرائيل الصهيونية التي كان يطمح بها اليهود، واستطاعوا تحقيق أحلامهم. ولا تستغرب، فإنها معادلة بسيطة وسنة كونية، من اتبعها انتصر. فهل من الممكن أن نلتفت إلى ديننا ونرجع إلى قرآننا ونوحد صفوفنا حتى نقابل القوة بالقوة؟
مع اختلافهم إلا أنك تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هم أجبن الناس وأحرصهم على حياة، ومع هذا بذلوا كل أموالهم. مردوخ هذا الرجل الملياردير اللي يملك ثروات كبيرة جدا، عنده عشرات القنوات الفضائية والمجلات ووكالات الأنباء العالمية، سخر إعلامه لخدمة يهود وما يسمى بالكيان الصهيوني وما يسمى بإسرائيل. هم ينفقون الأموال ويجمعون الطاقات ويوحدون الصفوف فقط لتحقيق أمنيتهم الكبرى في أرض الميعاد. الأمم طردوهم لأجل أن يتخلصوا من شرهم، وجاءوا بهم إلينا وزرعوهم في قلب عالمنا الإسلامي وقلب عالمنا العربي. هم عملوا، لكن إحنا إيش راح نسوي لديننا؟ هل نجمع صفوفنا ونوحدها مرة أخرى؟ بعض سفهائنا راح يقول لي بعد الحلقة: شيخ أنت تدعو لعداء بين الناس وتكره الناس بيهود، واليهود مسالمين والزينهم ما فيهم شيء. راح يطلع بعض المنافقين عندنا يقول هذا الكلام، كما قال الله فيهم: ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم، يعتبرونك حشرة وأنت تحبهم وتقدسهم وتسلم عليهم وتصافحهم وتتمنى إرضاءهم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. أول فئة ذكرها الله عز وجل في القرآن. مثل ما قلت لك إحنا ما نظلم، ولا يجوز لي أن أعادي يهودي في أي مكان في الأرض لأجل أنه يهودي، لا، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. بكرة 14 مارس سيفتتح أكبر كنيس يهودي عند بيت المقدس، أكبر كنيس، 14-15 الافتتاح، يسمى كنيس الخراب. في عقائدهم في تلمودهم من قبل 300 سنة كتبوا هذا الكلام، إن بعد بناء الكنيس سيبدأ بهدم المسجد الأقصى لبناء مملكة سليمان الذي يسمونها زورا وبهتانا، المملكة الثالثة. يا جماعة بكرة راح يفتتح الكنيس، 15/3 راح يتم الافتتاح. عندهم جماعتهم اليمينية المتطرفة يقولون في 16/3 يجب أن يبدأ هدم المسجد الأقصى. ما في شيء يمنع لا عقلا ولا شرعا. حال المسلمين اليوم بهذا الضعف قد يصير. شنو واجبنا؟ احنا طبعا راح ننتظر هذا التاريخ بإذن الله، ما راح يصير شيء بإذن الله. الله حافظ مسجده، لكن إن صار احنا مسؤولين يا جماعة، واحنا الملومين كلنا. اكتب، انشر مقالات، صور، تقارير، املأ انترنت، ترجم بعض التقارير وارسلها بترجمات انجليزية وروسية وصينية واسبانية عشان الامم كلها تعرف شر هذه الامة الخبيثة. حاول ايها الاعلاميون التربويون ان نغرس حب المسجد الاقصى في قلوب عيالنا. لازم نعد العدة النفسية على الاقل، ونعمل في بناء اممنا ونهضتها حتى نقاوم هذه الشرذمة من الامم التي لعنها الله عز وجل وغضب عليها وجعل منها في القدم قردة وخنازير، فهم قتلة الأنبياء والرسل. لا عهد بيننا وبينهم، ولا صلح بيننا وبينهم، ولا سلام بيننا وبينهم. بإذن الله عز وجل سيعز الله المسلمين والإسلام وأهله، وسيذل الله الشرك وأهله، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شراب الحب يعرف بالمذاق، وما كل السقاة له بساق. أحب الله عن أدب وصدق، ولا أرضى سوى التقوى خلاقي. إذا ما عشت لا أنسى إلهي